اتكلمنا قبل كده في فيديو سابق عن التلاعب المالي ومدى خطورته. الفيديو ده هنتكلم فيه عن ازاي فعلا تتجنب السرقة في شركتك. لو حضرتك صاحب شركة صغيرة او متوسطة، خلي بالك في الغالب انت بتتسرق. كتير مننا بيعتقد ان النصب او السرقة بيحصل بس داخل الشركات الكبيرة او المالتي ناشونال، اصل عدد ناس كتير والدنيا سايبة. خليني اقولك ان السرقة والنصب داخل الشركات الصغيرة والمتوسطة اخطر وتأثيره اكبر، وبسهولة ممكن يؤدي لافلاس الشركة ومشاكل كتير قد تؤدي الى الاغلاق. الفيديو ده هيكون دليل لأصحاب الشركات ورواد الأعمال. هنشرح فيه مخاطر الفرود أو النصب والسرقة والغش، وإزاي تمنعها أو تحد منها عن طريق معايير تحفظ بيها مالك وشركتك. يلا نبدأ على بركة الله، بس متنساش تعمل لايك للفيديو وقول لنا في التعليقات تحب الأيام الجاية نتكلم عن إيه. ولو محتاج ملف إكسل مصمم باحترافية لتحليل القوائم المالية، هتلاقي لينك التحميل موجود في وصف الفيديو. نرجع بقى للفيديو بتاعنا. على عكس الشركات الكبيرة، الشركات الصغيرة والمتوسطة ما عندهاش موارد ولا معايير كافية لمنع وكشف النصب والسرقة من أدوات وقوانين وسياسات، بل وأشخاص وإدارات كمان. وبيكون الاعتماد بالكامل على الثقة المتبادلة مع الموظفين، وده طبعا غير كافي في وقتنا الحالي. بناء على تقرير Association of Certified Fraud Examiners لسنة 2018، بيقول إن أعلى نسبة قضايا نصب وسرقة جت من الشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 28%، وبقيمة تصل ل 200 ألف دولار أمريكي. كمان التقرير بيستعرض إن الشركات بتخسر على الأقل 5% من عائداتها بسبب السرقة والغش. مش بس كده، ده متوقع إن النسبة دي تزيد عالميا بسبب الظروف الاقتصادية الحالية. طيب علشان نوصل للحلول، محتاجين نعرف أصل المشكلة. ليه الموضوع أسهل داخل الشركات الصغيرة؟ ببساطة علشان الشركات ديت بتفتقد للضوابط الداخلية أو الانترنال كنترولز، واللي بتساعد على منع وكشف السرقة والتحايل، واللي منها سياسة مكافحة الغش والاحتيال، سياسة الإبلاغ عن المخالفات، ودي سياسة بتساعد أي موظف على تبليغ عن أي سرقة مع ضمان السرية والأمان. كمان التوعية المستمرة للموظفين عن طرق وأشكال ومخاطر الغش والسرقة. وللأسف ياما سمعت من أصحاب الشركات الجملة دي: ده فلان مستحيل يسرقني، ده أنا مربيه على إيدي. وفي الآخر نكتشف بلاوي بتحصل له من سنين. صاحبنا صاحب الشركة هنا في اندهاش بيكون في دماغه سؤال واحد ملوش تاني: هو ليه فلان عمل كده؟ مثلث الاحتيال أو العناصر التلاتة لخطر الاحتيال، لو عنصر واحد فيهم بس اتوجد عند أي موظف، كده الريسك هيزيد. أول ضلع هو التبرير. من الآخر كده الموظف بيبتدي يحلل السرقة لنفسه. تلاقيه يكلم نفسه يقول: ده أنا شايل شركة على كتفي من سنين، وفي الآخر يجي الواد البياع الجديد أبو بنطلون ساقط ده ياخد أكتر مني. الجملة دي سمعتها بودني، وكلام وتبريرات زي ديت كتير علشان يريح ضميره. تاني ضلع هو الضغوطات المادية أو المعنوية، وده طبعا اتضرب في 10 في آخر 10 سنين. الضغوطات ديت ممكن تكون ديون قروض أو ضغوطات بسبب مشاكل أخلاقية زي المخدرات أو القمار. الضلع التالت هو تواجد الفرصة. حقيقة طبعا المال السايب بيعلم السرقة. الضلع ده من أكتر الأسباب لزيادة مخاطر السرقة والغش. الموظف يلاقي فرصة قدامه بتلمع بقالها فترة إنه يسرق أو يحتال. مش بس كده، وكمان يبقى مطمن إن محدش واخد باله أصلا وصعب إنه يتكشف. ضلع واحد من دول كافي إنه يزيد من مخاطر الفرود، فما بالك بقى لو اجتمعوا التلاتة مع بعض. دماغك دلوقتي عمالة تفكر صح؟ خفت وقلقت شوية. ما تقلقش، هقولك حالا تعمل إيه في الموقف ده. الوقاية خير من العلاج. إنك تمنع السرقة أو الاحتيال من إنه يحصل، ده أهم وأوفر من اكتشافه بعد ما يحصل، لأن في الغالب هيكون الموضوع موجود من زمان. طيب إزاي تمنع أو تقلل من المخاطر دي؟ بص يا سيدي، الموضوع بيبدأ من بدري شوية، من مرحلة التعيين. مهم إنك تعين موظف أمين وعنده قدر كافي من الأخلاق والضمير. وللعلم الفيش والتشبيه مش كل حاجة. لازم تعمل ريفرنس تشيك وترجع تسأل عليه وعلى أخلاقه في شركته القديمة. تراجع وتتأكد من شهاداته وأوراقه إنها مش مضروبة. اللي هيغشك بدري كده توقع منه أي حاجة. يا ترى سياسات التعيين عندك بتعكس الكلام ده؟ من أهم طرق المنع هي الرقابة الداخلية، وده بيكون عن طريق سياسات وكتير من الإجراءات والوسائل اللي بتضمن عدم تكوين مثلث الفرود اللي اتكلمنا عليه. مش بس كده، ده نظام داخلي متكامل بتضمن بيه سلامة التقارير المالية وكفاءة العمليات، من أول الشيكات والمشتريات لحد استهلاك الشاي والسكر في البوفيه. مهم جدا كمان يكون في فصل في السلطات، يعني ما تحطش كل حاجة في إيد موظف واحد حتى لو معاك من سنين علشان تريح دماغك. اسأل نفسك الأسئلة ديت وحاول تقيس قوة الرقابة الداخلية عندك. هل في مراجعة خارجية بتتم على الحسابات كل سنة أو كل 3 سنين؟
هل في توثيق لكل قرش بيدخل أو بيخرج؟ هل بتشوف تحليل مالية؟ جبت بكام شاي في آخر 3 شهور؟ عندك كاميرات مراقبة؟ لازم يبقى عندك كاميرات، ده مالوش علاقة بالمايكرو مانجمنت. آخر مرة عملت أوديت مفاجئ كان إمتى؟ عندك موظف ما بياخدش أجازات خالص؟ طب خلي بالك بقى إن ساعات الموظف اللي في مكان حساس بيخاف ياخد أجازة علشان محدش يبص على شغله ويكتشف أي مشكلة فيه. في لسه طويلة صعب نتكلم عليها كلها في فيديو واحد. عرفت إزاي هتمنع المصيبة؟ تعال بقى أقولك إزاي تكتشفها. لازم تعرف إن 33% من عمليات السرقة والغش بتكتشف عن طريق الإبلاغ. يعني موظف يجيلك ويقولك يا باشمهندس في مصيبة بتحصل. دي شوية أرقام عن طريق الكشف، بص عليها. الإبلاغ والتلميح من موظفين ده أعلى نسبة 33%. مراجعة الإدارة ده بنسبة 15%. بالصدفة ده بنسبة 9%. التدقيق الداخلي ده بنسبة 8%. في النهاية الهدف مش التشكيك أبدا في أخلاق الموظفين، الهدف التشديد على خطورة الغش والاحتيال على شركات ال SME ومدى الخسائر الفادحة المعرضين ليها، فعدم وجود طرق لمنع وكشف السرقة والاحتيال والغش. لحد هنا نكون انتهينا من الفيديو ده. اعمل لايك للفيديو لو عجبك، واشترك في القناة لو لسه ما اشتركتش، وقول لنا في التعليقات تحب نتكلم عن ايه الفترة الجاية علشان نبدأ في التحضير.